شلون صحتكم؟ شلون معنويات الاهالي من دخلت فصائل المقاومه وجت في جت في فصائل بسياراتها الخاصه بالمدنيه، لبوا نداء المرجعيه واجوا امر لي الصامده. والله الحمد لله تعدد دخول المقاومه بكل انواعها. اكيد فصائل المقاومه طبعا اهل امر اللي ارتاحوا كيفوا في الفصائل، والحمد لله لحد الان احنا متواصلين ويا الفصائل، كلنا صرنا من ويا الفصائل بكل انواعها، وان شاء الله احنا على الطريق، طريق الامام الحسين وعلى طريق الامير يعني. امر اللي شافت معاند 90 يوم لكنه صمدت في سبيل مركز الامام الحسن اللي زرتوه هسه، وموقفنا اللي احنا دائما لازم نسجل موقف للامام الحسين من هذا طريق الحصار اللي بكينا به 90 يوم، قدرنا انه نسجل الموقف انه احنا صامدين واحنا معتقدين بعقيدتنا، وان شاء الله على هذا الدرب. بارك الله فيكم والله يحفظكم. وهاي امر لقبله الاحرار، قبله الصمود، هاي اللي ما انطت ارضها ولا عرضها، مع العلم قريه من 65 قريه، هاي القريه صمدت وبقت تفتش المقاومه وما خسروا فصائل المقاومه كلهم. الله يحفظكم ان شاء الله ويحفظ اخوتنا بامر. ومن هذا المكان نصيح لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا عراق، لبيك يا عراق، لبيك يا عراق، لبيك يا عراق، لبيك يا سستاني، 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 صاحب النصر وصاحب الفتوى العظيمه. ربي يحفظكم ويحفظنا ان شاء الله. وهاي الشهداء يعني احنا اليوم الشهداء نهدي لهم قراءة سورة الفاتحة معطرة بالصلاة على محمد وآل محمد.